عمرو الحديدي. الأهلي يمتلك فريقا قويا وصفقات مميزة قبل انطلاق الموسم. بن رمضان جاء لصناعة التاريخ مع الأهلي، وديانج يريد إثبات خطأ كولر في استبعاده. عماد النحاس داعم نفسي مهم في الجهاز الفني، والسيطرة على النجوم مسؤولية بيرو. الأهلي استفاد من كأس العالم للأندية، ومعسكر تونس زاد من التجانس. الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم سوبر لتعويض أبو علي، لكن ربما لا يحدث في الصيف. محمد شريف أمام تحد كبير للعودة لمستواه، وغرتشار لم يثبت نفسه بعد. لا يوجد مهاجم محلي يستحق قميص الأهلي حاليا، والبديل الفلسطيني سيكون أجنبيا. الأهلي يقرر قطع علاقته نهائيا مع وكيل اللاعبين آدم وطني بعد تصريحاته المسيئة، ويحذر لاعبيه من التعامل معه. تحذير صارم لإمام عاشور ومحمد عبد الله بعدم إحضار عروض أو الدخول في صدام بسبب السمسرة. خالد الإتربي يحذر إمام عاشور من وكيله أحمد يحيى، ويؤكد أن الأهلي لن يرضخ لمطالبه. وكيل كولر يعلن إنهاء عظمة عقده وفسخ ودي، ويحصل على 3 شهور فقط من راتبه، ويشكر الأهلي. وكيل عدي الدباغ يروج لشائعات عن مفاوضات، لكن مصدر بالأهلي ينفي التفاوض معه تماما. الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا لقاسم باشا التركي بعد تقريب وجهات النظر. زيزو ووالده يقرران تقديم شكوى للفيفا ضد الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة. توقعات بإيقاف قيد الزمالك بسبب أزمة زيزو، وهناك محاولات للتسوية الودية مع اللاعب. الأهلي يقرر لعب وديتين يوم الأحد أمام بتروجيت ومنتخب مصر للشباب. ريبيرو يدرس تصعيد محمود لبيب من شباب الأهلي للتدريب مع الفريق الأول. قناة الأهلي تطالب اتحاد الكرة بالكشف عن الأندية غير الملتزمة ماليا، وعلى رأسها الزمالك. الزمالك ينفي اقترابه من ضم بيرسي تاو رسميا وفقا للمصري اليوم. مجدي طلب يقترح على الأندية الاستثمارية التواجد في محافظات جماهيرية مثل السويس والفيوم. بيراميدز أقوى من الزمالك فنيا، لكن جماهير الزمالك تصنع الفارق أحيانا في المواجهات المباشرة. بيراميدز برر فشله بالدوري بأزمة القمة، لكن مشكلته الحقيقية في خسائر متتالية وتعادلات بالجولات الحاسمة. الأهلي يسيطر على الدوري بسبب إمكانياته الكبيرة وشخصيته البطولية عكس منافسيه. أسامة عرابي: لا يصح الحكم على ريبيرو من المونديال. الفريق كان غير جاهز والانسجام كان معدوما. ريبيرو حصل على فترة إعداد حقيقية الآن، وسيتم تقييمه بشكل أفضل في الموسم الجديد. حمدي فتحي وتليزيجيه لم يظهروا جيدا في كأس العالم بسبب ضعف الدوري القطري. الأهلي لا يستعجل التعاقد مع بديل لوسام أبو علي، وقد يستفيد من طاهر أو بن شرقي كمهاجم مؤقت. أحمد دويدار: الزمالك مرشح للفوز بالكأس والدوري، ويملك صفقات جيدة ودوافع قوية. أزمة تجديد عقد إمام عاشور بسبب وكلاء اللاعبين، لكن الأهلي سيسيطر على الملف. دويدار: الزمالك لا يفكر في إمام حاليا لأنه مرتبط بعقد مع الأهلي، وما يقال شائعات وكلاء. سيد معوض ينتقد أحمد فتوح: ترك الكرة وركز على إثارة الأزمات ولا يليق بالأهلي. فتوح يضيع فرصة ندرة الظهير الأيسر في مصر بسلوكياته، والأهلي لا يضمه لهذا السبب. فوز الزمالك بالدوري والكأس صعب جدا في ظل قوة الأهلي وبيراميدز. الكأس أسهل من الدوري. دويدار: ديونج لاعب مهم جدا، والأهلي يجب أن يمنحه عرضا مقنعا لتجديد عقده. التعاقد مع بديل ديونج مكلف جدا، لذا الأفضل الحفاظ عليه ومنحه الرقم الذي يستحقه.